قلب القاهرة القديمة كان في واحد مخافش الموت أبدا. إيه ازيكم؟ القديس أسد كان من الأقباط اللي مؤمنين جدا ومتمسكين بإيمانهم في الزمن اللي كان المسيحيين بيتعرضوا فيه للاضطهاد، فقبضوا عليه بس عشان ما استسلمش لإيمانه، فجابوه قدام الحاكم وقالوا له اعترف بالدين الرسمي. فالقديس أسد رد بكل شجاعة، قال مش هخون إيماني مهما حصل. فالقرار اللي أخده غير كل حياته. نقلوه لباب زويلة، ده واحد من أشهر أبواب القاهرة القديمة، وهناك كان مصيره يموت شهيد، لكن رغم كل التهديد والخوف كان هادي وثابت على إيمانه. فاستشهد القديس أسد، لكن صبره وشجاعته بقى مثال لكل المسيحيين. فالكنيسة بتذكره خصوصا في أعياد الشهداء وعيد الغطاس كذكرى إن الإيمان أقوى من أي خوف. فأسد مات جسديا، لكن إيمانه فضل حي في قلوب كل مؤمن. لو عجبتك القصة ولمست قلبك، اعمل لايك ومتابعة وكومنت، واعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفاد وياخد بركة. وطبعا على منصتنا باسم قصص أبانوب رضا.